حلقة جديدة من حلقاتنا في سلسلة علاقات. أنا أسفة عن الانقطاع المفاجئ، بس كان عندي ظروف كنت تعبانة شوية. النهاردة الحلقة بتاعتنا هتكون عن الفرق بين الامتنان والحب. أحيانا في ناس كتير بتكون متخيلة نفسها إن هي بتحب، أو في أشخاص بتبقى متخيلة إن الشخص اللي قدامها ده بيحبها لمجرد إن هو بيمتن لشيء هو عمله معاه. يعني كده زي ما تكون عامل معروف في حد، معروف بقى مادي أو معروف معنوي، وقفت جنبه في شيء، ساعدته في حاجة، بتقف جنبه دايما، بتدعمه. ساعتها بيجي هنا شعور الامتنان. شعور الامتنان بيخليك دايما مدان للشخص ده بالجميل، لدرجة ان هو بتضطر احيانا انك تبين له حتى مشاعر حب واهتمام زي اللي هو بيديهالك. بس في فرق كبير جدا بين مشاعر الامتنان اللي انا بتكلم عنها ومشاعر الحب. الانسان لما بيحب مش شرط ابدا انك تكون عامل له معروف ولا تكون وقفت جنبه، بل بالعكس، ده احيانا ممكن تكون اصلا بتأذيه ومع ذلك تلاقيه بيحبك. اللي بيحب حد مش مستني منه جميل، اللي بيحب حد بيحبه بكل عيوبه ومميزاته، بيحب كل حاجة فيه، بيحب كل حاجة، يعني مش منتظر ان هو يعمل لي حاجة. كمان في شعور الشفقة، ان حد يبقى بيحبني قوي لدرجة ان انا شايفه متعذب، او مثلا يكون بيمر بظروف صعبة فانا شايفه برضو متعذب، فانا مش عايزة ازود عليه، فابتدي ياخدني شعور بالشفقة ناحيته، اتعاطف معاه، اسأل عليه، ما احبش ان انا اوجعه بالكلام، فيبتدي يفسر شعوري ده على انه هو حب. لازم نفرق قوي ما بين شعور الحب الحقيقي وان انا اكون ممتن لشخص لشيء هو عمله معايا، او ان انا اكون مشفق على شخص عشان ظروف معينة هو بيمر بيها، او لانه هو بيحبني لدرجة ان هو متعذب في الحب ده. لازم نميز ما بين الاتنين. لازم تتأكد ان اللي بيحب مش لازم يشوفك في ظروف صعبة، ولا لازم تكون انت قدمت له اي نوع من انواع الجميل. الحب ده مشاعر بتخلي الانسان ينقاد ليك ويدور عليك في اي مكان ويبقى حواليك في كل وقت بدون ما تقدم له اي شيء. غير كده دي مش مشاعر حب. انا ممتنة لشيء انت عملته معايا، فمضطر ان انا اكمل معاك حياتي، او ان انا اكمل معاك في العلاقة لمجرد الجميل والمعروف اللي انت بتديهولي. مشاعر الحب والعشق شيء تاني خالص، ملوش علاقة بأي جميل ولا بأي شفقة. ياريت نفرق ما بينهم الاتنين. استنوني في حلقة جديدة من سلسلة علاقات.